ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحه وعافيه وسلام. النهارده باذن الله في بدايه فيديو النهارده لازم نتكلم عن الفصل الاول في ماده الفيزياء، واللي انا هتكلم عن كل حاجه تخص ماده الفيزياء وهكثف لكل حاجه عن الفصل الاول. فتابع معايا الفيديو عشان تعرف ازاي تكون لامن بكل افكار الفصل الاول، وكمان تريكات هتخليك مذاكر كويس مادة الفيزياء طول السنة، وكمان هتخليك تعرف ازاي تطبق عليها بشكل كبير جدا، وكمان وانت فاهم المنهج كامل. فأول حاجة كده هتكلم عنها وهي رحلتي مع مادة الفيزياء في الثانوية العامة، وتاني حاجة اتكلم عنها هي المدرسين، وتالت حاجة اتكلم عنها هي الكتب، ورابع حاجة وفي نهاية الفيديو هي اتكلم عنها هي التركات والملخصات والحاجات اللي انت تتابع معاها عشان تقدر تطبق وتحل وتلم المنهج بشكل كبير جدا. تابع معايا الفيديو عشان تستفاد، وبإذن الله ربنا يلقن لساننا ويلقى على مسامعكم كل خير، وكمان ربنا يهدينا إلى طريقه الصحيح. أول حاجة كده هتكلم عنها وهي رحلتي مع مادة الفيزياء في الثانوية العامة، واللي بيقول إنها مش مهمة لأ، هتفهمك ازاي تمشي مع المدرس دون او لا، وكمان هتفهمك ازاي تاخد خطوات صحيحه جدا في بدايه السنه. فتابع معايا الفيديو. اول حاجه كده هتكلم عنها هي رحلتي مع الثانويه العامه، واول حاجه اخدت منها هي ان انا رحت في سنتر قريب مننا في ماده الفيزياء في الثانويه العامه. ولما رحت السنتر دون حسيت ان انا بفهم مع المدرس ده فكملت معاه. فطبعا في مدرسين بيكونوا حلوين جدا في النظري، في مدرسين بيكونوا حلوين في العمل. فمش شرط ان المدرس اللي انت بتفهم منه مثلا اول درس ده بيكون نظري، تاني درس وتالت درس بيكونوا عمل اللي هو مسائل المقاومات. فمش شرط اللي يشرح النظري يشرح العملي. فانت لو اخدت مثلا درس الاول مع مدرس وفهمته، لازم تشوف الدرس التاني والتالت عشان تعرف اذا كده هتكمل معاه ولا لا، لان في مدرسين كده بيكونوا مش مشهورين وهيفهموك العملي وتتابع معاه. فلما اخدت معاه الدرس الاول والتاني والتالت حسيت ان انا بفهم منه جدا، فكملت معاه. جيت على نص السنه كده وصلت الباب الرابع، فحسيت ان الدنيا مش متظبطه، فاشتركت مع مستر محمود مجدي. طبعا كان معايا شويه زملاتي كده فاشتركوا معايا مع مستر محمود مجدي، وكملنا معاه السنه لحد المراجعات. طبعا انا جبت كتاب مستر محمود مجدي وكملت معاه، وبجد وشرحه كان جميل جدا، يعني افادني وخصوصا في حته المسائل وحته المقاومات الفصل الاول خصوصا. يعني افادني بحته كده اسمها التعويذه، وكان عاملها ازاي تحل مسائل بحته التعويذه وكمان بالخطوات. تابعت معاه وركزت معاه جدا في الشرح. فالحاجات دي يعني هي كانت اهم الحاجات اللي انا ركزت عليها في بدايه السنه في ماده الفيزياء. وبعد كده كملت لحد ما وصلت لحد المراجعه النهائيه، والدنيا مشيت تمام مع مستر محمود مجدي. وكمان كان في بعض الفيديوهات لمستر محمد عبد المعبود كان بينزلها اونلاين على اليوتيوب، فسمعتها برضو فافادتني كتير جدا بعد ما اسست نفسي مع مستر محمود مجدي. لان مستر محمد عبد المعبود يعتبر اكتر مدرس عنده خبره وعنده خبره عن ماده الفيزياء في الثانويه العامه. فكملت مع مستر محمود مجدي، واول ما حسيت نفسي ان انا فاهم الدنيا كده فاتفرجت على بعض الفيديوهات لمستر محمد عبد المعبود في ان هو لامم مثلا الفصل التاني كله على بعضه في 6 ساعات او 5 ساعات. فبدات ان اسمع الفيديوهات دي وادون وراها ملاحظات، وبجد المستوى بدا يعلى، خصوصا لما شفت برضو الكتاب بتاعه وذاكرت منه. فالمستوى بدا يعلى واحده واحده لحد ما الحمد لله وصلت في اخر السنه لاخر مستوى، هو الحمد لله ان خلاني انقص بس بعض الدرجات البسيطه كده في ماده الفيزياء. فدي كانت رحلتي مع الفيزياء في الثانويه العامه. تاني حاجه اتكلم عنها هي الكتب، وهي لازم تحل كميه مصادر كتيره جدا عشان تقدر تكون لامن بكل افكار المنهج، وكمان لازم تكون فاهم كل جزئيه في المنهج بشكل كبير جدا وتعمق فيها، عشان في اخر السنه بيسال عن الحاجات اللي هي بين السطور زي ما بيقولوا، وكمان بيسال عن الحاجات اللي عاوز الطالب المركز والفاهم بس اللي عارفها. فلازم تحل كتاب الامتحان ونيوتن بشكل اساسي. كتاب الامتحان تعينه في الاول، وكتاب نيوتن لو انت قابلك مثلا افكار جديده لازم تشوف المدرس، وكمان لازم تشوف هو بيحلها ازاي، عشان الافكار دي هتفيدك بشكل كبير جدا لانها هتخليك متعمق في الماده، وكمان هتخليك فاهم الدرس بشكل كبير جدا. انا في الفيديو اللي فات قلت ما تجيبش كتاب نيوتن او ما تحلش كتاب نيوتن، لكن انا لما شفت كتاب نيوتن السنه دي لقيته بدا يرتب افكاره، وكمان بدا يجيب بعض المستويات اللي هي الناس العاليه. فكتاب نيوتن السنه دي يعتبر شايفه من احسن الكتب بعد كتاب الامتحان، لانه هيعلم مستواك في ماده الفيزياء. كمان لو انت حليت المصدرين دول ولقيت نفسك لسه عندك الوقت، فعندك كتاب التفوق او كتاب المستر بيشتغل منه او اللي هو عامله يعني، فتابع معاه وكده هيكون كتب تمام. الحاجه اللي هتكلم عنها من حيث المدرسين، فانا كان من وجهه نظري لاني مستواي برضو ما كانش عالي قوي ولا واقع قوي، فكان مستواي في المتوسط كده او فوق المتوسط.
فكملت مع مستر محمود مجدي. طبعا لو طالب مستواه عالي او هو متاسس في الرياضه والفيزياء فيكمل مع مستر محمد عبد المعبود، لان مستر محمد عبد المعبود هيأسسك جامد ويعلي مستواك جامد في الفيزياء. فالمستوى متوسط او متوسط تشترك مع مستر محمود مجدي. فانا من وجهه نظري عشان مستواي يكون متوسط او متوسط اشتركت مع مستر محمود مجدي وكملت معاه السنه. اما لمستوى عالي كمل مع مستر محمد عبد المعبود. كمان في 3 مدرسين او مدرسين مش ما كملش معاهم او ما خدتش معاهم، فلكن انا هنصح بيهم برضو. عندكم دكتور كورولوس وعندكم مستر حسام خليل، يعتبر برضو من احسن المدرسين في ماده الفيزياء في الثانويه العامه. ربنا يبارك فيهم على كل الجهود اللي بيعملوها، وكمان ربنا يعينهم على اللي بيعملوه مع الطلبه، بجد مجتهدين جدا وبيساعدوا الطلبه جدا. فكده خلصنا من جزئيه المدرسين. عندنا حاجه مهمه جدا وهي التركات انك تكمل بيها طول السنه. عندنا في الفصل الاول المقاومات، وطبعا انا هسيب لكم لينك جروب التليجرام دلوقتي، هسيب لكم ملخصات للفيزياء في الفصل الاول وكمان ملخصات للفيزياء طول ما احنا ماشيين كده الفصل الثاني والثالث لحد اخر السنه. هسيب لكم لينك جروب التليجرام تتفرجوا فيه على تشوفوا فيه الصور اللي انا بنزلها وكمان الملخصات لكل فصل في كل ماده. فانا هسيب لكم لينك جروب التليجرام دلوقتي هينزل فيه التلخيصات. فانا من وجهه نظري كده في التركات اول حاجه كده لازم تشوف التلخيصات اللي بتنزل، وكمان لازم تشوف الحاجات اللي هي بتكون مهمه جدا كده. يعني مثلا الحاجات اللي بنزلكم على جروب التليجرام بتكون حاجات بسيطه كده جدا بتخليك تعرف تحل، وكمان بتخليك تشوف الحاجات النظري والعملي بشكل مرتب ومنظم جدا احسن من الكتب. في طلبه ما بترتاحش للكتب فبتشوف الحاجات دي، ودي الحاجات اللي بتخليها تساعدها انها تحقق حلمها بشكل كبير جدا وتجيب اعلى درجات في ماده الفيزياء. تاني حاجة واللي بنصح بيها هي لازم ما تراكمش، ولازم انك تهتم بالمادة من الاول. ولو انت مثلا المدرس ده مش فاهم منه، مش شرط ان هو يكون مشهور او مش مشهور، ممكن يكون مدرس مش مشهور وبتفهم منه. فما تراكمش وشوف المدرس الاحسن بالنسبة لك اللي بتفهم منه وكمل معاه طول السنة. تالت حاجة وهي انك تحاول تحل كمية مصادر كبيرة، وكمان تحل اكبر كم من الاسئلة عشان تقدر انك تكمل طول السنة وانت فاهم كل افكار المنهج وكمان كل الجزئيات. رابع حاجة حاول انك مثلا ما تغش نفسك من اول السنة لحد الاخر بشكل كبير جدا، لا حاول مثلا انك تركز على الدرس اللي انت بتاخده كل درس بدرسه، وحاول انك بتذاكر حاول تحل بذكاء او تذاكر بذكاء، تحل مثلا او تذاكر مثلا بالحتة دي مثلا تركز عليه. ما تذاكرش كمية كبيرة من الوقت وفي الاخر ما تحصلش حاجة، لا ذاكر بذكاء. مثلا الصفحة دي انا احفظها او اذاكرها واهتم بيها جدا. بس كده هنزل لكم الفيديو الجاي عن مادة الكيمياء، فتابع معايا الفيديوهات الجاية وبإذن الله ربنا يعيني واساعدكم وانزل لكم فيديوهات واي حاجة انتم محتاجينها اسيبها لكم في جروب التليجرام، سواء تلخيصات للفصل الاول. التلخيصات دي يعني واثق في ربنا، واثق انها تفيدكم بشكل كبير جدا انكم تحلوا مسائل المقاومات. فتابع معايا الفيديوهات الجاية وشوفوا جروب التليجرام، هسيب لكم فيه كل الحاجات اللي انتم عاوزينها. بس كده سلام.